بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. باركولي مش جبت فرخه اخيرا؟ جبت فرخه وجبتها بعد ما غليت، يعني عامله اضراب قوي على الفراخ. اول ما تغلي اروح اجيب فرخه. يلا يا جماعه نعمل ايه؟ الاولاد نفسهم كانوا ياكلوا فراخ. طبعا الحاجه دي يا جماعه مريم بنتي اللي عاملاها بصراحه. يعني كنت جايبه فرخه وكرنبايه حلوه صغننه كده. بصوا بقى كرنبايه بلدي. مريم قالت لي ماما ايه انا هعمل كل حاجه يا ماما، بس هي ما بتقدرش تتكلم بصراحه يا جماعه، بتتكسف. شجعوها يا جماعه انها تعمل معاه وتتكلم. بصوا احنا جبنا بقى فرخه كده، بس الحمد لله الف انا وشفا. مريم قالت ايه اتم ايه انا اعمل الكرنبايه لوحدي يا ماما وسيبيني انا اخش المطبخ. عملت بقى جابت الكرنبايه وقطعتها لها. انا بصراحه اللي قطعتها لها. عملت بقى كده جابت الخلاط وقطعت البصلايه كده وطبعا قطعت الطماطم. راحت جابت حله ماشي، وحطت بقى فيها حته سمنه صغيره كده، وبعدين جابت البصلايه وحمرتها عشان تعمل بقى ايه اللي هي الصلصه وكده بتاعت ايه خلطه المحشي. قعدت تقلب في الحله. يا جماعه بقى دوسوا لايك واشتراك بقى وتفعيل زر الجرس عان يوصلكوا جديد من ام اياد. بحبكم قوي في الله. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. قلبي يا مريم قلبي. وبعدين راحت جابت بقى طماطم كده جميل حلو قوي كده عشان ايه المحشي. بحب الطماطم يا جماعه. وضربتها بردك ايه في الخلاط نفس ايه اللي هي ضربت فيها البصل، هي ضربت فيها ايه الطماطم. ادعوا لمريم كده يا جماعه، ربنا يشفي عنها. والله تعبانين قوي، كل شويه بروح المستشفى عشان الاسنان وكده. الحمد لله ربنا الشفا والعافيه يا رب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر شعبان. بصوا بقى جابت الفرخه وغسلناها وعملناها، كنا عاملينها بقى محلول حلو كده، ملح وبحط عليها اللي هو ايه روزماري وبنضفها. وفي ناس يا جماعه بتغسلها بالبرتقال. انا بغسلها بصراحه بالليمون وحبه دقيق وكده بس. راحت مريم بقى راح جابت حله كده بعد ما غسلنا غسله حلوه الفرخه بقت زي القشطه. جابت حله وحطت فيها بصلايه وطماطمايه وهتشوح بقى ايه الفرخ. هنا عملت جابت الحله فيها البصلايه عشان تعمل بقى المحشي. بعد عملت الفرخه وتعمل محشي في نفس الوقت. شفتوا شطاره مريم جميله وشطوره وحلو. تحمر هنا وتعمل هنا. طبعا انا بصفي الطماطم بتاعت هتلاقيها. هنعمل بقى الصلصه. بصوا بعد ما حمرت البصلايه تحميره حلوه كده صفرة، مش تحمرها قوي قوي قوي. قعدت تقلب فيها اهي. بعدين حطت بقى الطماطم فيها. طبعا جبنا بقى اللي هي الحله التانية اللي هي حاطه بقى الفرخه. جابت البصلايه والطماطمايه راح مشوحاها. راحت حطت فيها معلقه سمنه صغيره كده. راحت هتحط بقى ده بقى البهارات بتاعت المحشي اللي هتحط فيها بعد ما حطت لا دي شوربه الفراخ. بعد ما راحت غسلاها بقى وكده وحطيتها وشوحتها تشويحه حلوه كده، راحت جابت ميه سخنه وراحت حاطه بقى الفراخ، وراحت جابت بقى راحت حطت عليها البهارات بتاعتها. طبعا ما نحطش الملح، حط الملح بعدها. هنا بقى جبنا الخضره بقى عشان تعمل المحشي. والله بصي اتكلمي يا مريم، اتكلمي يا مريم. والله بتتكسف يا جماعه. والله مريم عملت كل حاجه والله في المحشي وكل حاجه. الخضره اهي وغسلتها غسله حلوه. انا بقى اللي بغسلها بصراحه يا جماعه، حبيت اساعدها وكده عشان خاطر ايد على ايدي تساعد يعني. وبعدين الرز بقى يا جماعه. الرز بقى ب24 جنيه يا جماعه. الرز غلي. يلا ربنا المستعان يا رب. يجعله ايام مفترجه وايام كريمه يا رب، ويجعله رمضان كده كريم يا رب باذن الله. طبعا هنا هتعمل ايه بقى عشان تسلق الكرنب؟ لازم نسلق الكرنب عشان خاطر ما يعملش انتفاخ في البطن. نحط ميه مغليه كويس كده، نحط حبه ملح وحبه كمون عشان خاطر الكمون يمنع الانتفاخ اللي في البطن. وادي الخضره بعد ما غسلناها اهي وقطعتها مريم تقطيعها حلوه اهي بتوريكم. بصوا طبعا بعد ما سبكت الطماطم والبصل هتحط بقى عليها الخضره. نحط نص الخضره في الطماطم والبصل، بعدين نحط نص التاني على على الرز. غسلت الرز غسله حلوه زي مريم اهي. شطوره يا مريم شطوره. في لايك بقى عشان خاطر مريم بقى. وراحت حطت الرز على بتاعت الخلطه بتاعت المحشي. وطبعا احنا قطعنا الكرنب. انا بحب يا جماعه اقطعه وبعدين بسلقه. يعني في ناس بتحب تسلقه في الميه كده وهو سليم. انا بصراحه والدتي علمتني كده ان انا اقطعه تقطيعه حلوه كده، ونجيب الميه وبعدين نحطه فيه دوبك بس تحطيه في الميه ما يكملش دقيقه كده تروحي مطلعه على طول عشان ما يتهريش منك، عشان هو اصلا بيستوي مع لما بتحط على بعض السخونيه بتاعته بتستوي. بعدين قطعناه. بصوا تقطيعات بقى. قطعناها تقطيع صغيره على قد الصابع كده. ومريم قالت لي برضك يا ماما خليكي انت ماما قاعده مرتاحه ونحشي. بصي اهي قعدت تقطع فيه مريم وتظبط فيه ازاي حته حته اهي، وظبطته مع بعض زي المحشي كده. وكان جميل والله يا جماعه، وكانت حراق كده وكان طعمه حلو قوي. بصوا الخلطه بتاعت مريم. وطبعا مريم راحت حطت الورق الاخضر كده. بصوا بقى هي بتحشي مريم الكرنب ازاي. تسلم ايدك يا مريم، ربنا يشفي عنك يا رب ويشفيك احسن حال. شجعوها يا جماعه بقى عشان تبتدي بقى تعمل معايا فيديوهات وكده. وبشكركم جدا جدا انتوا بتشجعوا. على فكره يا جماعه اللي بيعمل الاصوات دي بتاعت بطوط خطيب بنتي امنيه. هو بيحب يا جماعه يقلد بطوط. شجعوا يا جماعه، ولو عايزين نعمل فيديوهات تاني معايا وينزلها على القناه اكتبوا لي في الكومنتات وكده. وهو يعمل كان اللي يعمل الفيديوهات حلوه اللي هو بيعمل صوته حلو يا جماعه. والله بيعرف يقلد بطوط. ربنا يسعدهم يا رب تمنهم على خير. مريم بقى عايزانا بقى ترص رصه بقى المحشي كده. بصوا يا جماعه. بصوا يا جماعه مريم. بصوا حله المحشي هي جميله. تسلم ايدك يا مريم. دوسوا لايك بقى عشان خاطر مريم بقى. دوسوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مريم بعد ما سلقت الفرخه بقى قالت تتبلها. والله يا جماعه هي قعدت لوحدها في المطبخ تعمل الحاجات دي كلها. انا ما كنتش معاها، وهي اللي صورت لوحدها كمان. هي اللي كانت بتصور، بتعمل حاجه وبتصور.
تبلتها بقى بالفيجيتار بقى وكده. وهي بتحب هي مريم على فكره بتظبط الورك، عشان هي مريم بتحب الورك، هي بتحب الوراك دي. هي بص بتحب تظبطه بس تتبله تتبيله حلوه كده، عشان ليها هي عشان بتحب انا والله بصوا. بس شكلها جميل يعني. انا لما الفراخ تغلى يا جماعه تبقى غاليه، اروح اجيب عامله اضراب السنه كلها على الفراخ، اروح اجيبها دلوقتي لما غليت يلا. بصوا بقى يا جماعه، بصوا يا جماعه الفراخ بعد ما مريم حمرتها ازاي. تسلم ايدك يا مريم بالف هنا وشفا. والمحشي بقى بصوا بصوا جميل جميل، صباعيه صباعيه بصوا. هلا حلتين، ده عملت حلتين، عملت حلتين. والله بصوا تكلمي يا مريم، بصوا تعمل والله العظيم يا جماعه، وعملت بقى شوربه لسان عصفور. تسلم ايدك يا مريم. وكان عندنا طبق بسله فاصوليا بيضه كده، عملناه وسخناه جنب الاكل، احلى غدا كان من ايد مريم بنتي. وطبق بصوا السلطه بقى الجميل هي مقطعه مريم بصوا، يا ده شيف مريم فعلا، هي فسيحه فعلا يا جماعه، احلى شيف. كانت فعلا غدوه جميله قوي قوي قوي. بس طبعا ربنا يهدي الحال والفراخ ترخص يا جماعه، عشان نعرف ناكل فراخ تاني. هي مره بقى مره. يلا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر شعبان. ويا رب شهر رمضان كده يا رب يجي بقى ايامه خير وفرج وفرج في ايام كريمه يا رب من ربنا وكده. ويجعله خير يا رب، ويسترها معانا يا رب، ويبعد عننا اللي احنا فيه ده يا رب، وكوارث الناس يا رب فيها دي. سلام.